السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي اللي هي قناتكم عالمي المفيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد. حكاية الليلة حكاية خاصة، كلنا عندنا معها ذكريات. تقريبا أول ما سمعنا من الحجايات كانت هينة. إذن وتحت الطلب وعلى بركة الله نبدأ معكم قصة هينة والغول. كان حتى كان الله في كل مكان، وكان الحبق والسوسان في حجر النبيل عدنان. كانوا الناس كيعيشوا في أمان ويحطبوا الحطب لدوير الزمان. هادو 7 بنات رسلوهم عائلاتهم يحطبوا الحطب، كانت بيناتهم وحدة زوينة وسميتها هينة. وكيف ما هو معروف خاصهم يرجعوا لدارهم قبل ما غيب الشمس خوفا من مجيء الغول. وبالما البنات تيجمعوا في الحطب كل وحدة فيهم واش لقات. وحدة لقات دبليج، الاخرى لقات خاتم، وحدة لقات مشط، والاخرى لقات عقد، الا هينة لقات محماش. جمعوا البنات الحطب في الرزيمات وكل وحده حملت الرزمه ديالها على كتافها وشدوا الطريق راجعين لديورهم. لكن هينة كانت في كل خطوه كتمشيها كتحليها الرزمه الحطب ويرجعوا البنات باش يعاونوها في حزمها يكملوا الطريق. وكانت الرزمه تفتح من جديد ويعاونوها من تاني حتى قرب ما غيب الشمس. وهنا البنات خافوا وكملوا طريقهم بلا ما يتلفتوا لهينة. وهي مازال مشغولة مع الرزمة جات ريح قوية كان وراها ما لا كتمنى. كان الغول عاونها في عقد الرزمة وحط المشهاب في العقدة وقال ليها نهار تجي الشتا والريح والنفنافي نقول لك هينة مدي المشهاب تمديه ليا. ورجعت هينة مرعوبة باكية للدار، سولات همها مالك وحكات ليها اللي وقع مع الغول. لكن امها طمناتها وقالت ليها ما عندك مناش تخافي، حيرة غير فيه. وداز من الوقت لكتير وهينة كتسنى رجوع ولد عمها بفارغ الصبر، ربما يسبق موعد رجوع الغول والليلة الموعودة. وفي واحد العشية اشتد البرد وتحركت جذوع الشجر وتطاير وراقها وخيم الظلام على القرية كاملة. ونزلات شتا كتيرة حتى كانت غتغرق القرية كاملة. شوية وانتهى الترقب وتسمع صوت الغول عالي آمر باش تخرج هينة. هينة جيبي المحماش. كيف سمعاتو هينة ترهبات وقالت ميمتي واش ندير. قالت ليها امها قولي ليه تمدوا ليك امي. جاوبت هينة الغول تمدوا ليك امي. قال لها يعطيك الغمة لا انتي ولا هي. وهينة مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا ليك خالتي. قال ليها ويعطيك الخلال انتي ولا هي. وهينة مدي المشهاب. جاوباتو تمدوا ليك عمتي. يعطيك العمال انتي ولا هي. وهينة مدي المشهاب. وفكرت ام هينة بفكرة وقالت ليها بنتي ركبي على ظهر الخادم وتغطاي ومدي ليه المشهاب. والغول ما يقدرش يخطف الخادم وهاد الشي اللي كان. ركبت هينة على ظهر الخادم وعطاتو المشهاب، لكن الغول كان ذكي وما دارش بيه. خدا المشهاب وغرسو في عين الخادم واختف هينة من ظهرها ومشى. الخادم مسكينة ما بيديها حيلة، رجعت لعندهم تبكي وتصرخ وتقول لالا مشات عيني عمات، لالا مشات عيني عمات، لالا مشات عيني عمات.
هينا كانت مخطوبة لولد عمها اللي مشى للحرقة. منين رجع ما لقاهاش، سول عليها امها وامو فين مشات. جاوبات امها انها ماتت، وطلب منهم ينعتوه قبرها، ونعتوه قبر مجهول ما معروفين ناسو. بنا الحبيب خيمتو تما، ماكلتو تما، شرابو ونعاسو. مرت الايام والليالي، وفي الليلة الثالثة جاتو مرا كبيرة ما عرفها واش انس ولا جن، خاطباتو بكلام مفهوم. والمقيل علاش مقيل تما؟ راك مقيل على خزنة، اما هينا خداها الغول. دخل الشك في ولد عمها، ما بقى جاه النعاس والتفكير في كلام الشارفة هرس ليه الراس، وقرر يرجع لدارهم. كيف شافتو الميمة جاي على حصانو بدات تزغرت وتقول سعدي بولدي رجع ليا. دخل الدار وطلب منها طيب ليه احب اكله عنده، وهي بركوكش تقدمها ليه في زلافه وهو مازال طيب سخون. ومن فرحة امه برجوعه ما رفضت ليه طلب، وقامت بالواجب وجابت ليه بركوكش سخون يفور. لكن عوض انه ياكل شد يد ميمتو وحطها وسط الزلافه الطيبه وقال ليها دابا قولي لي فين هينا. جاوبات امو طلق مني يا ولدي راني تحرقت، ونقول ليك فين مشات هينا الله يرضى عليك. وحكات ليه قصه الغول واللي وقع. سرج الحبيب حصان وجمع تادو وخدا معاه في رحله البحث عن مخطوبته. قفة من الملح وقفة من السكاكن ووحدة من المخايط والباري، وشد الطريق. وصل على الكو ديال الكحلة وقال الكو ديال الكحلة مالكيس كحالي وتزيدي في الكحولية. جاوباتو بسيفة وليدي ما نكحال ونزيد في الكحولية وهينا دازت عليا. ووصل على الكو ديال الزرقاء وقال الكو ديال مالكي تزراقي وتزيدي في الزروقية. جاوباتو بسيف ما نزرق ونزيد في الزروقية وهينا دازت عليا. كمل الطريق ووصل الكو ديال الصفرة وقال الكو ديال مالكي تصفاري وتزيدي في الصفورية. جاوباتو بسيف وليدي ما نصفر ونزيد في الصفورية وهينا دازت عليا. سامر ولد عمها على هاد الحال حتى وصل الكو ديال البيضة وقال الكو ديال البيضة مالكي تبياضي وتزيدي في البيوضية. جاوباتو بسيف ما نبياض ونزيد في البيوضية وهينا ساكنة فيا. نزل ولد العم من حصانو بس سمع كلام الكو ديال البيضة، عنده امال انه يلقى هينا في هاد المكان. بقى يسول اللي لقى من الناس على فين ساكنة هينا، وكلهم تيقولوا ليه هينا اللي تزوجها الغول، ومستغربين لانه حتى واحد ما يقدر يقرب لمكان ساكن الغول. نعتوه لمكان ووصل للدار، لكن من يدوز باش يشوف هينا كيفاش يعمل باش يتكلم مع هينا. شويه جا عنده واحد الفروج خرج من دار الغول وهو يناديه وسولو اشنو كتعمل هينا. جاوبوا الفروج هينا غسلات الصوف وتتنشرها باش تنشف. قال ليه ولد العم سير كلمها ليا، لف الصوف على رجليك وخرج جري عندي وهي غتبعك. وهاد الشي اللي كان، وما شدها الفروج حتى شدها عند ولد عمها عاد وقف. وكيف شافتو هينا قالت ليه انا ريا ولد عمي واشنو جابك وكيف ندير ليك؟ الغول يرجع من الصيد يشم ريحتك، وإلا لقاك ياكلك اليوم لا انت لا انا. فكرت هينا فين تخبي ولد عمها ونزلات والمطمورة دقت القرنفل والريحان والورد ورشات به الدار باش تخبي ريحته على الغول. وفاش جا الغول شم شي حاجة ماشي هي هاديك وقال ليها ريحة بنادم كاينة في الدار. جاوباتو هينا ما كاين والو في الدار غير انا وانت. قال ليها ريحة بلادم في بلادنا، وعباد الله ريحة بنادم في بلادي. جاوباتو هينا
غير ريحة الورد والقرنفل والريحان اللي دقيت. منين وصل وقت نعاس الغول شد شعر هينة ولفو على رجليه باش ما تقدر تنوض ولا تهرب. لكن هينة هاد المرة تكلمات مع واحد النملة رقيقة وكراتها وطلبت منها تفك ليها شعرها من رجلين الغول فاش ينعس. وهكذا بدات النملة تسليها بالزغبة حتى فكاتها. طلعت لولد عمها من المطمورة ورشت الدار مرة تانية بخلطة العشاب اللي دقت وهربوا. لكن هينة ما دارتش بحساب المهراز اللي دقات فيه. كيف خرجوا من الدار بدا تيتهز حتى للسما وتيتخبط الارض ويقول طن فراس الغول. افطن هينة مشات يا الغول، ويتهز تاني ويتخبط ويعاود طن فراس الغول. افطن هينة مشات يا الغول. فاق الغول من نعاسو وبدا يشمشم تبع طريق هينة. تلفتات هينة بانت ليها عجاجة كبيرة تابعاهم، وفاش قربت العجاجة لقاتو الغول جاي يجري وراهم وهي تصرخ نار يا ولد عمي الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة ليباري تغرسو في رجلين الغول وبقى ينقي فيهم حتى بعدو عليه. ومنين كملت نقية تبعهم تاني. وفاش يقرب ليهم هينة تقول نار يا ولد عمي الغول تابعنا وقرب لينا اليوم لا انت ولا انا. رمى ولد عمها قفة المخايط. الغول بقى ينقي وينقي حتى بعدو عليه. ومنين كمل تبعهم تاني. رمى ولد عمها قفة الملح. وفاش الغول مشى فوق منها حرقاتو في جروح رجليه وما بقاش قادر يزيد. هنا نادى الغول هينة وقال هينة نتصرف ليك على شكل الزيف. جاوباتو هينة ما نديروش. هينة نتصرف ليك على شكل دبليج. جاوباتو ما نهزوش. هينة نتصرف ليك مجدول. جاوباتو ما تحزمش بيه. هينة نتصرف ليك على شكل شربيل. جاوباتو ما نقربش ليه. قال ليها هينة الطيور الا لقيتيهم ضاربين في السما ما تفكيهمش. وبداو مضاربين. بغا ولد عمها يفكهم وما خلاتوش، لكن في الاخر نزل وفكهم وهو يسرطو واحد الطير. بقات هينة تبكي عليه. من بعيد بان ليها واحد السارح مع قطيع الغنم وكلبة. شدات هينة الكلبة وذبحاتها وسلخات جلدها ولبساتو. وتصرفات هينة من بنت زوينة الكلبة وقادت الحصان في اتجاه السارح. وكيف شاف الحصان تعجب. رجعت هينة مع السارح للدار وهي قايدة الحصان. بداو تيقولوا يا حليلك لبتنا جابت لينا حصان. في كل ليلة كان يجي الطير ويحط فوق الدار وتيقول هينة واش عشاك الليلة. كتجاوبو عشايا النخالة ورقادي بين الخوالف. يقول الطرح قراح قلبي قرح ويطير ويزيد. وبقات هينة على نفس الحالة حتى خبر الجار سارح بما يجري وعس عليها وسمع وشاف بعينيه كل شيء. الليلة التالية قال لمراتو عشي هاد الكلبة بالفتات ورقديها بين بنات. في الليل جا الطير وقال هينة واش عشاك الليلة. جاوباتو عشايا الفتات ورقادي ما بين البنات. جاوبها الطير فرح قلبي فراح وطار وزاد. فكر السارح شنو يدير فاش سمع المرة الثانية. وفتاو عليه الناس باش يعرض على الطيور كاملين ويزردهم ويوكلهم مزيان. والطير الثقيل اللي ما غاديش يقدر يطير هو اللي صارت شي حد. وكان كلام الناس صحيح. فاش كلاو الطيور كلهم طاروا الا واحد. قال ليه السارح غتحط ولدي. قال ليه الطير غنحطو ليك عور. قال ليه حط ليا ولدي. قال ليه غنحطو ليك زحاف. قال ليه السارح
غتحط ليا ولدي كيف ما سردتيه. وحطو، وكان ولد عم هينة تهلا في السارح وعاملو كما لو كان ولدو. وفي يوم ماشي بعيد قال للسارح بغيت نتزوج بالكلبة. قال ليه السارح شنو تتقول ولدي، هذه عمرها ما كانت. لكن وبعد إصرار من الشاب قرر باش يزوجها ليه، وناس القبيلة تعجبوا ضحكوا كيفاش يقدر شاب يتزوج من كلبة. العائلة ما فرطاتش وعملت ليه عرس كيف جميع الناس. وفاش هينا ولد عمها كانوا بوحدهم قال ليها لوحي الجلد، ولوحت هينا الجلد. وفي الصباح مول الدار قال الخادم باش تمشي تشوف سيدها كيف صبح، واش الكلبة كلاتو ولا مازال. مشات الخادم وتفاجأت باللي شافت، رجعت تجري عندهم وتقول الله الله على مرات سيدي شحال زوينة، البياض بياض الثلج والشعر طويل الليل والخال فوق الخد باين. وهكذا رجعت هينا كيف كانت بنت زينة، وكان الزواج وكلمات ولد عمها سبب في إبطال السحر. ايوا يا سيادي هكذا رجعات هينا كيف كانت. ومني دعت الخبار في القبايل سمعوا ولاد عمها الخبار، وزعموا باش يرجعوها لقبيلتهم. وداكشي اللي كان، هينا ولد عمها رجعوا للقبيلة وفرحوا بيهم عائلتهم، نصبوا الخيام وفرشوا الزرابي وذبحوا الذبايح وزندوا المجامر وداروا ليهم فرح من جديد، حضر ليه الكبير والصغير وعاشوا في امان وسلام. وكانت هذه هي حكاية الليلة، حكاية هينا واش عشاك الليلة. وهكذا يا سيادي خبرتي مشات مع الواد، وانا بقيت معاكم يا ناس الجواد. وتسنوني مع حكاية جديدة وكيف العادة مثيرة ومشوقة.